مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى بطلب من عائلة إلياس المالكي. الأم ديالو ليلى عندها 46 سنة، الأب ديالو عبد الجليل عنده 58 سنة، في وضع صعب. مشاهدينا الكرام، السوشيال ميديا سيف ذو حدين. حاولنا ما أمكن أننا دزنا في فيديو الأول ناقشنا الموضوع ديال بين هاد جوج الاطراف، كيفاش بداو، كيفاش دخلوا للسوشيال ميديا، شكون اللي ساعد الاخر. عطينا نقط في الموضوع، فئه من الراي العام ترفض وفئه قبلات. ما هو الهدف ديالنا اصلا في الموضوع؟ هو ابعاد هذا الخروج ديال هاد الاطراف في السوشيال ميديا، تاثيرات، واش كاينه امور ايجابيه في الموضوع ام سلوكيات منحطه من جميع الجوانب. مشاهدينا الكرام، الوضع بين الياس والطرف الثاني تفاقم، دخلوا في امور اخرى اللي وصلت للجنايات، والعائله في وضع صعب. مشاهدينا الكرام، كما نقول بالدارجه المغربيه، ما عند الميت ما يقول قدام غسالو. هذا هو الوضع ديالي انا الان. لما اتصلت بي الام والاب ومتتبعين المغرب نيوز مده طويله، لم يكن لي يوما ما أنني رفض. تريد أن تستفيض غضبا هي والأب. غادي نشوف الموضوع في الأول مع الأب. سي عبد الجليل، أنت الأب ديال إلياس وأنت في وضع صعب، تعاود لي على إلياس كيفاش كبر، كيفاش أنت في هذا الوضع اللي كندوي عليه الآن. بسم الله، السلام عليكم. خويا إلياس كبر، ربينا مزيان، قرينا فرحانين به، راه غادي يدير شي حاجة شوية تخرج لينا من اللي كبر شوية ولا فهاد. تبرينا في كان خدام معايا، بعدا خدم معايا في الدجاج وداكشي، كنفرقو السلعة. عاد تتبلا ليا بعد شي ملي تبلا ولا الناس كنبرك مع الناس ومع هذاك يسيروا يعايروا يسيروا هذا، ما كنرضاش. انا كنرضاش بهادشي اللي كيدير ليا وبهادشي اللي كنطالبوا الله يعفو عليه ويبعد من هادشي، وما بغاش. ملي شفناه قلنا ليه سير نعاونوك، وني ما يجيو عندنا الناس نطلعوهم، اللي جا باغي يتصور نطلعوه، وني كنقول يبعدها من المعيار ومن الصداع ومن المشاكل. حنا ما قادين، كبرنا، مابقى تعرف صداع البشر وصداع الناس. صافي هادشي اللي انت كتمشي لعندو، كتطلع عندو، كتقول ليه هادشي. الناس كيشوفوا في ملي كيكون داير الفيديو، راه كيشوفوا الناس صداع كنطلع ليه نضربو، هو فين راه طوال مني ونسي نضرب فيه. انا كنحشم نبقى نضرب فيه. كيقول لي صافي بابا عاود، كنعاود كتقول لي ماما راه باقي شي هاد الفيديو باقي كيعاد. حنا ما راضينش بهادشي اللي كيدير هاد المعيار. قلنا ليه الله يهديك بعد من هادشي، مابقاش داير لينا هاد الحال. والناس كيشوفوني كيصعبوني، كيقولوا راه باغي يطلع، تا هو باغي يطلع في هاد، باغي يبان في هاد التصوير، باغي تا هو يتشهر. انا كنت باغي يتشهر ما نطلعش ليه، ونبان راسي، نبان عدو. كي نوبه كنخرج ونقول ليه اجي عدي برا السطح ونصير عليه، كنصير نضربها باش يبعد من هادشي، يحيد لينا من هادشي. وباقي الله يعفو عليه. اش غنقول لك، هذاك السيد اللي دار مع هاد الحاله راه عايرنا، سب لينا جدودنا ووالدينا وكل شيء، وكنطالبوا نسمحوا. حنا المسامح ما عندنا ما نديروا واحد الصداع، غادي نبقاو في هاد المشاكل وفي هادشي. اللهم دبر راسو خليه منه الله. وخا سبنا وسب ليا مرتي وولادي ودار بنت بين ما عندي، حنا مسامحين، ما عندنا ما نديروا واحد الصداع وهاد المشاكل كلها. هذاك الموضوع ديال البنت ما كايناش، هذيك البنت ما كايناش. حيت عطيتيني الحاله المدنيه شفت فيها انا الياس وثلاثه د الولاد. هذا راه كيشوه فينا كواك على داكشي وصافي. ما كاين حتى حاجه من هاد البنت. راه الدرب راه تشوف كلشي. الا بغيتي نديرو لك اللي يدوي على البنت راه تشوف، كاينه لا بنت ولا والو، راه حاط علينا الباط. حنا مسامحين، هادشي كله داروا فينا ومسامح، خلينا منه الله دبر راسو، ما عندنا ما نقولو. هادشي اللي كنقول. الوليدات الاخرين الياس يمكن جا الوسط، خوتو، نقدروا نقولوا ما قدرتيش انت توصل ليه المعلومه ولا عرفتي، كاين واحد الاحترام بين الاب وبين الولاد. خوتو كيتلاقاو مع الياس كيهضروا معاه، تيقول لي الطريق اللي غادي منها انت راه ما خداماش، هذا الكلام النابي والساقيت والعرا والكوارث يكونوا موضوعيين. كيدخل في كل شيء، كيدخل في الصالح والطالح، كيدخل في كل شيء. ما حاولوش يهضروا مع خوتو، كيهضروا ما كيرضاوش. هاد الدري هذا خرج لهم من قبل، ما كيرضاوش. ملي كيسمعوا كيعايروا في الدراري في خوتو، كيعاير فيهم، كيقول لها بعد لينا من هاد المشاكل ومن هاد الصداع، ما تبقاش لينا في هاد
هو ولف هادشي ما عرفناش كيفاش داير. طلبوا من الله يعفو عليه يحيد من هادشي. انا تا وليت كنضطر كنبغي نسخط عليه وعارفو غادي يولي مدي ساخطه ولا، كنقول الله يعفو عليه. هادشي اللي كنطلب ليه وبعد لينا من هادشي اللي كنطلب. ملي دار هاد الكارثه الاخرى فاش مشى هو وشدو السيد وسلخوه، شنو قال لك الكلام ديالك معاه؟ مشينا ليه ديك الساعه، شفناه تلاح في الفيديو ديك الساعه، صرت ندور الطونوبيل ومشينا ليه جبناه. ضا كل خراب حاضر راسو وقال لك راه جبدني، راه قالك عامين ونص هو كيعاير فيا، عامين ونص هو كيعاير، مبغاش يتفرق عليه، قال لك عامين ونص. اش غنقول لك، ما رقدناش هذيك الليله. كيعايرو ما يديرش القانون، يمشي للقانون يشكي به. لا قال لك ما شعرتش، انا تعصبت ملي بان ليا، حنت مع عمرو قال لك ملي تعصبت ملي بان ليا راني ضربته. وقلنا لي واو، قال الموس وقال هادشي وهذا، قال لك ما كاين حتى حاجه، راه كلشي في فيديو، ما كاين لا مواس لا والو. قال لك انا ملي تعصبت وما رضيتش داير اختي ولا انا غادي، قال لك باش شعلت غادي في الطريق وتساروا عليا ولد السما الدريه خو هند فاعله والتاركه ولا هذا. هذيك الساعه عاد تلاقيت مع هذا البحر عاودت ليه هذيك الساعه. ولكن هو تيدوي على هاد هند، وهاد هند اصلا ما كايناش شي حاجه، ما كايناش. الياس كيعيطوا لي اخو هند ماشي هذا وهذا وهذا، انت عارف بلا ما نقول لك فاعله تاركه وداك الشيء، حنا ما كنرضاوش. وهذا الشيء كله مسامحين ودبر راسو، حنا ماشي ناس مجرمين غنبداو حتى حنا نعايرو ونبداو نتراضوا. راه كبرنا، الله يجعل البركه، ما عندنا ما نقولوا فاش غنقول. ودابا الياس فوضى صعيب ونادم. نادم. شنو الرساله اللي كيقول؟ يخمم لينا حنا راه كندويو نترعد. كثار يخمم لي انا وامو، قال لك اسيدي مبقيتش انا غندير هادشي كاع ونبعد من الدراري صحاب السوء اللي كنتمشى معاهم واللي كيوريوني اش ندير. قال لك غنبعد من هادشي، بقيتش ندير لكم الصلاه النوبه والتوبه، هذه هي الاخرى. عمرك انت دزتي في شي فيديو دويتي اول مره؟ لا ما عمرني دزت في فيديو، ما عمرني دزت ماشي. تا قلبي بغاك تا اللي نهضر نفرغ عليك قلبي، الله يحفظك. الوالدين راه مشاهدينا الكرام، كوارث والضحيه هما الوالدين. انا غنشوف معك في الاخير مشاهدينا الكرام، غنشوفوا الام ليلى الوضع الصحي ديالو. لا اله الا الله، كيفاش كتشوفي هاد الامور ديال الياس والتتبع ديالك على السوشيال ميديا وتتلاقي مع العيالات وتتلاقي مع الناس في الحي، وانتم في حي الشعبي هنايا وهذا، وانت عارفه الكوارث وكلامه هو كيداير؟ تفضلي. السلام عليكم. باش غنقول لك هادشي اللي دار الياس، اللي الدومين اللي مشى فيه ما بغيناش ليه، ما تقبلناش كاع نهائيا، لا انا لا باباه لا خوتو، لا كنعيا فيه. اصلح فمك، ما تخسرش الهضره، ما تعايرش الناس. ماما راه هما كيعايروني، ماما هما كيعايروني. ملي نسمع شي فيديو كنصيفط لي باباه، يطلع لي للسطح يضربو يعايرو والو، يهبط نقول لها ورا باقي مكمل. عييت وليت كنشوفو ساكته، دبر راسو. هادشي هو اللي بغاه يدبر راسو، ولكن راه حنا اللي في الهم. هاد المشكل اللي طاح فيه راه حنا اللي هو مالو، حنا اللي في المصيبه الكحله. هذا عاير، سمعت الفيديوهات، عاير جدودو وعاير جدو، قال قاتلينو بوغريره، قال هاد هند ما كايناش، انا والده على الدراري ما عنديش بنت نهائيا. كنقول يدبر راسو يعاير ولا. وانا داك الفيديو ملي شفت ولدي كيضرب فيه انا ما بغيتوش، انا ما حملتش نشوف هذاك الفيديو، حيت انا ما نبغيش يضرب ليا ولدي. حتى هذيك راه حتى هي ما غتبغيش ولدها يتضرب، وانا ما غنبغيش ولدي يتضرب. ومشينا هذيك الليله وخرجنا مع الوحده الليل، قلبنا عليه قسما بالله الا عطاه با خدله ديال العصا. علاش درتي؟ واش ما كاينش المخزن؟ ما كاينش القانون؟ نتبعوا القانون. واش غنقول لك، الله يهديه وصافي، الله يهديه الله يهديه. هما الناس راه كيشوفوا، راه كلشي اللي متبعين الياس راه كيشوفوا، كيجيو في الصيف راه الدنيا عامره وكنحشم وكيبقاو فيه الناس. قسما بالله حتى كنطلعوا مع الدوشه الفوق، الدار كتعمر. اللي باغي يتصور طلع كنحشم بعدا من واحد الناحيه من الدرب، ديما عامر. وليت كنحشم ديما الدريبه عامره، الياس ولاو الناس وليت كنحشم، وليت حشمان. هادشي اللي كيدير الياس، كيصاوب لينا النووي الكلام النبي والساقط في السطح، راه هي الحقيقه. ايوا راه هذا الشيء اللي باغيين الناس. هو المشكله اللي كنحشم انا دابا كنهضر معك واحد من المغاربه، بسطوا في الامور. قلتي لي وكنقدر نشوف شي فيديو كنسمع الكلام الخايب وتنقول با نطلع عنده، وداخل معاك والله متسمعين انت الكلام الخايب كنوليو حنا. انا دابا ما نقدرش هذا الكلام والله ما يتقال والله، حيت هكا كبرنا. واش هذه الطريقه باش غادي نفيدو حنا الشباب؟ وهادي
انا ما بغيتش نزيد على الوضع، حنا فاهمين الامور وابعاده وتخلف ملف جنائي وامور اخرى، ما بغيناش نزيدوا الامور واضحه والراي العام متتبع، ولكن كيبقاو فينا هما الوالدين ضحيه اخطاء. يعني هذه المساله نطلع على السطح وكذا، كان دار شي حلول اخرى. نشوفوا نتوما شنو هو الحل اللي غديروا معاه. كتعطيو الارضيه والدار وكذا، هو داير جوج ثلاثه كيطلع با كيعاود يدير نفس الكلام حتى لا يمت. النتيجه وتقدر تكون هادشي اللي واقع دابا غير رحمه من رب العالمين. كون كانت شي حاجه وطلعت فيها القتل ولا قتل كاع ما بقاش يشوف الضوء، نبسطوا الامور حنا. بصح نيت، حيت هادشي حنا ما راضيينش بيه، بصح نيت وما راضيينش عليه، وخوتو ما باغينش هادشي. فين غتصيفطيه؟ يمشي يكري فشي بلاصه لعلم الله شي يدير كثر من هادشي. حنا كنقولوا الحمد لله اللي باقي فوق منا بعدا. انا وليت كنخاف عليه بزاف. هو بعدا خليت تخسر الهضره هذيك. رانا كنهضر معاك، راه كلي عروقات. انا ولدي ولا محشمني، راه تمرك تقول راه ولدي هذاك، راه تمرك تقولها. ولكن اش غندير؟ نصيفطو فين غادي يمشي يسكن بوحدو لعلم الله شي يدير؟ نكمل عليه اللي بقى. شحال عنده من عام هو؟ عنده 27. كان مجوج هو؟ لا كان شي مره تيبان شي بنيه وتيحلف وقال هادي راه بنتي، وداز في شي برنامج وقال هذيك راه بنتي. لا عمرو تزوج شي بنيه صغيره ما كاين لا اريج لا والو، ما كاينش. انا طيقت هذيك الكذبه، انا اللي مو عمرو فرقني، عمرو بات في شي بلاصه وليت كنخبط في جنابي. هذا منين جاب هاد البنت؟ انا صدمني ولدي، ما عرفتش اش غنقول لك. وهاد الناس اللي هاد عائله البرقادي يسمحوا لي، انا اللي ضربت لكم ولدكم. انا وليت مريضه، راني ولدي خرج ليا، ما قديش نصبر. غنبغيش لولدي الحبس، وما غنبغيش حتى واحد الحبس. ودابا الناس ولاو واخدين عليه واحد النظره، هو راه ما يتضاربش وما كيخرجش. راه سطحوا له هبط. راه الياس خر، راه مرضي لواحد الدرجه ما كنتصورش. راه كنضربو ما يهش فيا الراس. صدمني انا ولدي، صدمني بديك العصا اللي عطا الدري وداير. واش كاينه السيبه؟ واش انا غنبغي ولدي يضربو شي حد ويصور؟ ما نبغيهاش وما نقبلهاش. هذا هو واقع الحال. السلوكيات فين كتوصل؟ تجي اللي كتبكي صيفطيت يكري. انا غنقول نمشي شحال مره كنقول ليه سير خويا خرج بحالاتك، عطيني اتساع. بزاف هادشي اللي كتقول فوق راسي وما كيخلينيش نعس، وكنخاف ليه يدير شي مصيبه اكثر خليه تخسر الهضره. كنخاف شي حوايج اخرين، وكنولي كل ناعسه ديما. قسما بالله الا ديما هاد الضفاري اللي ديما مطراسين انا من الناس، ناعسه ودايره خايفه شي يدير فوق مني. وكنقول غادي يخرج يمشي يكري شويه، نقول ويلي نخرج ويكري مع من غيتلاقى ليا ثاني العمر واش غادي يولي يقول. وكنخليه نقول صافي دبر راسو، الله يهديه. هذا ما كان. الله يفرج عليك تي سي عبد الجليل. ولي اللي بغيتي اش غنقول لك؟ الشيء اللي نطالبوا منه الله يهديه، ونطالبوا من الناس يسمحوا لينا يديروا على حسابنا. احنا سمحنا اللي دار فينا هادشي اكثر من اللي دار مع ولد. انت سمعتي المعيار وسامع كل شيء، والمغرب كله سمع هاد المعيار اللي كيسبنا وكل شيء. حنا مسامحين وخلينا من الله. الشيء اللي كيقول فينا من الله، لا كان فينا من الله ياخذ فينا الحق. حنا لا كان هادشي كنديروه كنشوفوه ما غاديش نبدا نقول في الهضره اللي اش غنقول لك. الله يسمح ليه تا هو باقي العقل ما كاينش. تابعين التخربيق راه مصري يسبوا في الوالدين وفي الولاد ويشوهوا في البنات اللهم الله يهديهم بجوج. يشوفوا دابا في السطح كيسحبوا بلا والدين، ما مربيش. ما كنقول لها الياس راه كتجيب لي المعيار. انا راه اللي شاف كتقول هاد الهضره يقول لك هذا مو اش كدير، بابا اش كيدير. راه حنا الا خرج الياس للزنقه والله سي يوسف ما تعرفوا، راه ما كيهش الراس. راه من الصغير حتى الكبير سول، خرج وسول. راه ما كاينش اللي كيقولها فيه خايبه. راه فيه هاد المرض ديال هاد الشيء ما عرفناش ليه. ولكن هذاك الشيء اللي كاين الفوق باش ندخلوا في الحيثيات نزيدوا ننتقدوا اكثر. راه تفاقم وتطور، ولات عنده ايكيب اخرى وقول حقره وتشدوا تسلخوا في الزنقه وتصور وبالنشر وبامور اخرى. فين غاديين؟ البلاد راه ما فيها السيبه كما كان الحال. انا ما بغيتش نزيد نشرح في امور. شوف انا نقطه الضعف ديالي مشاهدينا الكرام. عندك شي اضافه قبل ما نختم؟ تفضل. اش كنقول لك صافي ما قاعد ديما الله يحييه والله يهدي الاخر تاعو. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، ما يهمني في الموضوع هو هذه القصص للعبره. ساعه او ساعتين في الشاشه تناقش مواضيع، المعايير والمقاييس ما كايناش. واش هذاك الشيء ايجابي ولا سلبي؟ ولا يصح الا الصحيح. هذا الاب وهذا الام شنو اللي غادي يوصلني انني انا نوصلهم لهذا الوضع؟
يذرفوا الدموع ربي سبحانه وتعالى اللي علم به. علاش نوصلهم لهادشي؟ شنو هو الهدف الاسمى في الموضوع؟ ماشي هو الموضوع واش هذا تفاهه ولا لا، ولكن شي حاجه اللي ممكن توقع في الدنيا، كيفيه تفادي مثل هذه الوقائع يعني بالنسبه للوالدين، وكيفاش انه ينبهوا ولادهم. الكل هذه السوشيال ميديا 2023 التكنولوجيا الحديثه ما كاينش نقاش، ولكن من هم في محط صنع قرار في الوالدين تتبع لوليداتكم حتى لا يقع يوما ما في المحظور. الواقع بدات من السطح، جوج ثلاثه التراشق في الكلام، السب والكلام النبي والساقط، زعما شي حوايج اللي يتقبلهم حتى واحد. شوف تخدم داك التليفون تحشم، ولكن هاهي ولات في امور اخرى. الاستدراج، عدد العناصر مثنى وثلاث ورباع، تكوين عصابه اجراميه، ضرب والجرح، السرقه، الجنايات. النتيجه ما بني على باطل فهو باطل. لو تم المراقبه واتخاذ قرارات حاسمة في الموضوع ما كان ليكون الوضع بهذه الطريقة. الذي يهمنا أكثر في الموضوع مشاهدينا الكرام هو هاد الوالدين. شوف الوضع ديالهم دابا ضحية أخطاء الأبناء. مشاهدينا الكرام تبعتوا معنا القصة ديال إلياس، والنداء ليوجهوا المغاربة أنهم ما يسخطوش على العائلة، ليس لهم ذنب، وحاولوا بشتى الطرق، ولكن كما كان الحال كنقولوا احسن الكلمات في الموضوع. الله يسمح لنا من الوالدين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.